warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسب أسنه الله تعالى وقام سيرين نمس الرمكسن مدي أهير عسين نبوما أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات مع لا ما أناله وأولاه. ولما تم من حمل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده يم في نسوة من الخزيرة القدسية. وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العليا.
وولد صلى الله عليه وسلم مختونا مقطوع السرة بيده القدرة الإلهية. وخرج معه نورا أضاءت له كسور الشام القيصرية. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعث الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية. مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأسفار قدم حزجج حاجبا. مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية. وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويشاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية.
ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأعزم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.